اولا المغرب عدت كلمه انجاز وعدت كلمه اعجاز. خليني ان انا النهارده الناس هتستغرب والجمهور المغرب هيستغرب، خليني النهارده اقول مبروك، مليون الف مبروك للمغرب ككل. إمم. مش بس المغرب كمنتخب صغير او منتخب كبير او منتخب اول او خليني اقول النهارده المغرب فعلا بتعمل معجزه في الكوره. اولا هم مش مستنيين مبروك، خلاص هم عدوا الطموح بيهم ان هم نقول لهم مبروك. هم عاوزين، قال لك عادي يعني ايه يعني نتأهل، ايه يعني نصعد، ايه يعني كأس العالم، احنا عايزين نفوز اصلا بكأس العالم. حقهم. تاني منتخب او تالت منتخب عربي يوصل للنهائيات في كأس العالم، فده حقهم. فطبيعي انا النهارده مش هقدر اقول لهم ماليش عين اقول لهم مبروك، ماليش عين اقول لهم انتوا. لا، هم النهارده قال لك احنا لا يعنينا ده مش نجاح وده مش فوز وده لا، انا عاوز اتأهل واخش كأس العالم واخد كمان الكاس. فبرافو المغرب، بس برافو الكرة مليون المغربية الف كمان مرة. فيها تطور رهيب. منتخب كله تفتكري إزاي؟ محترفين. يعني ازاي؟ عندهم مدير فني هايل، عندهم إدارة صارمة، عندهم اتحاد ماسك الكرة من A to Z بيلعبها صح. المنتخب بقول لك كل الولاد محترفين. انت عندك كام واحد مغربي في باريس سان جيرمان، في اسبانيا، في ايطاليا، في الدوري الالماني وهكذا. آه. الفرقة كلها محترفين. مستني منهم يعملوا ايه؟ ده انا بجد. بكلمك على المنتخب بس كده. لما بنيجي نتفرج على منتخب المغرب الفريق إمم. الاول كلهم محترفين. متوقعة لهم إيه يعني؟ لا ده انا يكسروا الدنيا اكتر من الفيرجن اللي فاتت لكاس العالم. مليون في الناس وصلت بقول لك للنهائيات، للسيمي فاينل في كاس العالم. النهارده قال لك احنا مش عاوزين مبروك وحقهم انا النهارده بقول برافو للمغرب. حقهم. قال لك احنا مش عاوزين مبروك نعمل بيها ايه؟ بقت طموحنا ان احنا نوصل للكاس، مش مبروك ان انتوا صعدتوا او اتأهلتوا لكاس العالم. طب إيه رأيك في مشروع الكرة في المغرب ومشروع الكرة في مصر؟ ما هو ده بقى. إيه الفرق ما بينهم؟ هو ده احنا المفروض نكلم الناس النهارده تقول نقول لهم اللي عملوا. هاجمتني الحلقه اللي فاتت وقلت لي ما احنا بنفرح، احنا إمم. عاملين حفله، دول جايبين حماده هلال، جايبين اميتاب باتشان، جايبين مش عارفه مين. صح ولا لا؟ آه. طب النهارده الناس دي ما فرحتش ليه؟ هل هم ما فرحوش علشان هم ما صعدوش؟ لا، الناس دي شايفه انه عادي، بقى شيء عادي ان انا اروح كاس العالم. اهم. هو ده الفرق ما بين تفكيرنا وتفكيرهم. تفكيرنا احنا المهم ان احنا نصعد، المهم ان احنا نصعد. زي تصريحات كابتن اسامه نبيه. كابتن اسامه نبيه مع المنتخب الصغير قال لك، مع منتخب الشباب قال لك انا الاتحاد طلب مني ان انا اتاهل بس. هل ده فكر؟ وده مصيبه لما انت تصرح يا كابتن اسامه، ده مصيبه لما انت تصرح تصريح زي ده. قال لك الاتحاد طلب مني ان انا اتاهل بس. طب ليه الاتحاد ما يطلبش منك ان انت تصعد وتفوز وتهدف وتحقق وتجيب نتائج وتجيب كاس كمان؟ اهم. ده فرق الفكر ما بيننا وما أيوه، بينهم. بس إيه فرق ما بين قدرات المغرب وقدراتنا إحنا؟ لا دي كتير. كتيرة أوي؟ إمم. طبعا. لان احنا مش ما بقى عندنا انقسامات في الانتماءات. آه. بمعنى انت عندك اهلي، زمالك، اسماعيلي، بورسعيدي. فين التشجيع للمنتخب؟ لو احنا هنتكلم عن المنتخب، اين تشجيع المنتخب؟ تحرجني. باقول لِك حسام حسن يكشف رغبته في مواجهة المغرب وديًا. ارد. إيه اللي يضايق في القرار؟ هو ما يضايقش، بس أنت هتعمل ارتباك للعيبة. أولًا أنت بما إن أنت قُلت حسام حسن فخلّيني أقول قنبلة كده. هل تعلموا أو تعلمون، ما أعرفش تتقال إزاي، بس هل أنتم عارفين إن في بند موجود داخل عقد حسام حسن بيقول إنك لو ما وصلتش للsemi final في أفريقيا يتم إلغاء العقد؟ إمم. تاني، حسام حسن في بند دي مفاجأة كبيرة في يعني. بند في آه. عقده ده المعلومات اللي وصلتني من الصحفيين يعني. آه. في بند بيقول انه لو ما وصلش للسيمي فاينل في افريقيا يتم انهاء العقد. يا لهوي! طيب انت النهارده عايز تلعب المغرب ماتش ودي، هل ده قرار صحيح؟ أنتِ متأكدة من المعلومة دي أوي يعني؟ انا اللي اتقال لي، إمم. حتى لو مش متاكده بقى هي التسليمه للجمهور. خليني انا النهارده ادعمه جنب النصيحه، ادعمه. بلاش متاكدين او مش متاكدين ونسيب موضوع البند ده على جنب. خلينا النهارده ندعمه شويه. انت النهارده يا كابتن حسام عاوزنا ندعمك كاعلام، صح؟ طب انت النهارده طلبت مواجهه المغرب، اللي هي اصلا الفريق الصغير خد الكاس. يعني الفريق إمم. الصغير خد الكاس. فانت عاوز قبل افريقيا، مش قبل كاس العالم، قبل افريقيا تواجه المغرب وانت داخل. طب ولو قابلت بص انا ما عنديش مشاكل يلعب ماتش ودي مع فرقه مش مشاركه. ما ده ذكاء منه برضه. لا ده مش ذكاء. انت دلوقتي بالمستوى اللي احنا بنشوفه والمغرب، انت بتطالب ان انت تلعب مع المغرب. هل انت طب إيه ضامن المشكلة النتيجه؟ المغرب؟ ما إحنا غلبناها لا قبل لا دي كده مشكله وكهربا كبيره. جاب النهارده جون. ما ينفعش نقول ايه المشكله مع المغرب. المغرب النهارده اسود.
إمم. انت لازم النهارده تاخد الاول تقوي منتخبك وتعدي يا رب اتمنى افريقيا على خير اللي احنا بقالنا فيها 70 سنه مش عارفين ناخدها، فتعديها على خير وبعدين قول انا عايزه العب المغرب. لما تبقى نتائجك حاسمه، لما تبقى نتائجك مرضيه، مش ان انت كسبت بالزق، مش ان انت دخلت كاس العالم بس بالزق. بقى لنا 15 سنة ما خدناش ما انا بقول لك اهو آه. بقى لنا 15 سنه، فانت عايز تجيب لو النتائج غير مرضيه في الماتش الودي ده، فانت جبت احباط للعيبه قبل ما يخشوا افريقيا. إمم. هتعمل ايه؟ هتعدل نفسيتهم ازاي؟ ما هو كده كده هيبقوا داخلين خايفين، حتى لو وارد ان هم يلفوا ونبقى في مجموعتهم، مش وارد، وارد. طب هم هيخشوا يقابلوهم ازاي؟ هيقابلوهم على ان هم يكسبوا ولا هيقابلوهم على ان هم خافوا ان يعني هم هو يلعب اتغلبوا؟